بما ان الفيديو بتاع توجي عجبكم، الناس كلها جت طلبت مني اعمل فيديو عن باكي، فزي ما طلبته النهارده هعلمك ازاي تعمل فورمه باكي. يعني لو جالي كلاينت وقال لي عايز اعمل فورمه باكي، انا هقول له يعمل ايه؟ اول حاجه هقول له يا باشا نشف نشفان غير طبيعي، نشف نشفان واحد طالع على المسرح بودي بيلدر، هتنزل ل 5 ولا 6% بودي فات، سعرات قليله جدا، بروتين بكميه عاليه قوي عشان يحافظ على العضله اللي هو رباه، وخليه يعمل كارديو كتير جدا، ومش اي نوع كارديو. بما انه عايز يبقى زي باكي لازم يعرف يتعامل زي باكي، انه يتعلم ازاي يدافع عن نفسه. يكون نوع الكارديو بتاعه هيكون مثلا نوع من انواع الفنون القتاليه، MMA، بوكسنج، ميوتاي، جرابلينج، اي حاجه من انواع دي. تاني حاجه يا باشا هنركز على اطرافه بطريقه غير طبيعيه. اشمعنى بقى الاطراف ومش اي اطراف؟ خد بالك انا قصدي على الفور ارم والسمانه. لو هتبص على صوره هتلاقي عنده الفور ارم والسمانه كبار بطريقه غير طبيعيه، الفور ارم بتاعته اكبر من دراعه، بص على السمانه كده هتلاقي اكبر من فخاده. الموضوع غريب بس السيمتريه دي شكلها حلو قوي، يعني الرسمه دي رسمها بطريقه غريبه وشكلها استاتيك وحلو قوي. فانت يا باشا لو عايز تكبر الفور ارم بتاعتك كام تمرينه كده حلو قوي هتعملهم وهطلعهم لك دلوقتي على الشاشه. بعد كده يا باشا هتخش بقى ايه على السمانه، والسمانه ليها نوع تمرين واحد بس تعمله، اي تمرين سمانه وانت رجلك مفروده، فكك من اي تمرين سمانه وانت قاعد او رجلك متنيه، السبب ليه فيديو تاني خالص، ولكن اعمل اللي بقول لك عليه خلاص. تالت حاجه الابر تشيست. جماعه بجد باكي هو احسن شخصيه شفتها عندها اوبر تشيست جامد كده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ تحس ان انت كده عايز تمسكه مش عارف، بس هو اللي هيمسكك يضربك في الاخر. عشان يبقى عندك اوبر تشيست بالجمدان ده بصراحه صعب قوي توصل له بالذات طبيعي، ولكن عشان تقرب له على الاقل لازم هتلعب تمارين بتركز على الاوبر تشيست اللي هو الانكلاين بريسز، اذا كان بالماشين، اذا كان بالدمبل، اذا كان بالبار، هتركز على واحده فيهم وتقل فيها اوزانك. بس كده يا جماعه. في حاجه كمان ناقصه، الديمون باك. الفيديو بتاعها مش النهارده ولا الشخصيه دي، انتوا عارفين ايه الشخصيه بتاعتها، يوجيرو هانما، ليه فيديو مخصوص وتمرين ظهر متينه، بس لسه وقتها مش دلوقتي. اعملي فولو يا باشا عشان لما الفيديو ينزل تشوفه.